انا عارف ان انتوا هتستغربوا الاكل ده، اول مره في حياتي اكل فيها اكل صحي. طب يا جماعه بما ان انتوا زهقتوا من الاكل اللي مش صحي، انا بقى جايب لكم دلوقتي وصفه اكل صحيه تاكلوها على الفطار كده، حاجه خفيفه وبالمره تبقى حاجه خفيفه وصحيه. انا عارف ان انتوا مش متعودين عليا ان انا بجيب لكم حاجات صحيه، بس انا قررت النهارده اجيب لكم فطار صحي. الوصفات بتاعته كلها موجوده عندك في البيت، يعني يا صاحب الدايت مالكش حاجه. اما بقى انت لو مش عامل دايت فبرضه هتاكلها عشان هي وجبه مفيده اصلا. من غير بقى ما اكتر عليكم، تعالوا اقول لكم محتاجه ايه بالظبط. مش هنحتاج في الوصفه دي كلها غير بيضايتين وتوستايتين. بسرعه بقى كده نعملوهم. بصوا بقى يا جماعه، هو ده بقى شكلها في الاخر، شكلها تحفه، تنفع معاكم في الفطار او في العشاء، وبس صحيه وخفيفه. ندوق بقى طعمها. بسم الله. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي، وحتى كمان لو انت عامل دايت الوجبه دي مناسبه ليك، يعني يا غالي كده ما عندكش حجه. طعمها جامد قوي، بس لما تيجي تحطوا ملح فلفل كتروا شويه. التوست اخد الكراست كده بالزبده اللي حطيناها، خليها الطعم جامد قوي. طبعا يا جماعه لو قعدت اوصف لكم عن جمالها وحلاوتها مش هعرف اوصف لكم بجد. يا جماعه وجبه خفيفه كده وسريعه وصحيه في نفس الوقت، تقدر تاكلها في الفطار او في العشاء، مش مكلفه خالص. والله شكل يا جماعه احب الاكل الصحي.